رسالة الماجستير بتاعتي لازم تكون حاجة مش بس جديدة، لكن عايزاها تكون ملهمة. بس كل فكرة بتيجي في بالي بكتشف إنها اتبحثت قبل كده. هقول لك أنا إيه مشكلتي. أنا مخرج أفلام قصيرة، عايز أخلي الناس تحس إنها جزء من المشهد، بس المشكلة إن الأفكار بتتكرر معايا. فلا مش هو ده اللي أنا عايزه. عايز أتعلم إزاي أطلع فكرة جديدة. كمدرسة مش مصرية في مدرسة انترناشنال، يهمني إن أنا أعمل فرق في تعليم الأولاد بإني أعلمهم بأفكار جديدة تكتشف موهبتهم، بس مش عارفة إزاي أعمل أفكار جديدة في كل مرة. كمدير تسويق كتير بيهمني أعمل إعلانات تكون جذابة وتلفت الأنظار، بس صاير كل إعلاناتي مثل بعضها ومثل اللي بالسوق. محتاج فكرة تكون جديدة وتقلب الدنيا كلها. حسيت قبل كده بالمشكلة دي إنك مش قادر تخرج بفكرة جديدة؟ فأيا كان مجالك، فالتفكير الإبداعي مش رفاهية، ده المفتاح الوحيد اللي هيخليك مميز. ومش بس في شغلك أو في حل المشكلات الكبيرة، لكن حتى لو بتخطط لخروجة مختلفة عن نفس الأماكن اللي بتروحها مع أصحابك، حتى لو أنت بتفكري تعملي أكلة جديدة مبتكرة تسعدي بيها أولادك أو تطوري بيها محتوى قناتك، فالتفكير الإبداعي هيفرق معاك. أنا بهاء كرم، مصمم جرافيك ومواقع إلكترونية، بشتغل في التلفزيون المصري وفريلانس في الديزايننج والإي ماركتينج وتطوير المواقع لعملاء كتير في مجالات مختلفة من جوه وبره مصر. ودي قناتكم صمم نجاحك. عايز أقولك إنه مش لازم تكون فنان تشكيلي، مهندس معماري، أو حتى مصمم جرافيك علشان تحتاج الإبداع في طريقة تفكيرك. الحقيقة إن كل واحد فينا محتاج يكون قادر على خلق الأفكار عشان ينجح في أي حاجة بيعملها. فركز معايا في كل كلمة جاية، وخليك واثق إن الفيديو ده هيكون نقطة تحول ليك بإذن الله، خاصة لما هنوصل لأهم أداة هنقولها في آخر الفيديو، اللي تعتبر التكنيك السحري لخلق أفكار مبدعة، واللي هتساعدك تجيب أفكار مبتكرة محدش فكر فيها قبل كده. وهو ده اللي هتتعلمه معايا النهاردة. فتعال نعمل كوبايتين شاي حلوين كده مع بعض، ويلا بينا نبدأ الرحلة. أول حاجة محتاجين نعرفها يعني إيه أساساً التفكير الإبداعي اللي بيخلق أفكار جديدة ده. فأحب أقولك إنه عبارة عن رؤية الأمور من منظور جديد وزوايا مختلفة عن الزوايا التقليدية اللي الناس عادة بتشوف الموضوع أو المشكلة من خلالها. ومش بس كده، فنقدر نقول كمان إن التفكير الإبداعي هو إنك تجمع حاجات متفرقة ممكن ما يكونش ليها علاقة واضحة ببعض، فلما تجمعها بطريقة وترتيب مختلف تطلع في النهاية بفكرة حصرية أو حل مبتكر ما كانش موجود قبل كده. يعني هقولك معلومة هتفيدك على السريع كده. لما الإنسان بص على الدنيا من حواليه من زاوية مختلفة، قدر يدمج حاجات متناقضة ملهاش في الأساس علاقة ببعض، زي التكنولوجيا والكائنات الحية، فقام طلع بفكرة عبقرية. روبوتس مستوحاة من الطبيعة، بتقلد حركات الحشرات والطيور، ومصنوعة من خامات طبيعية وعضوية، وبتشتغل بالطاقة الحيوية من البيئة نفسها. يعني بتستمد طاقتها من الشمس وحركة الهواء ومن مواد بيولوجية زي النباتات كده بالظبط، علشان تحاكي الطبيعة وما تضرش البيئة. الفكرة دي مش بس طلعت جديدة وغير متوقعة، لكنها كمان بدأت تحل مشاكل كبيرة زي نقص الحشرات الملقحة للمحاصيل، لأنهم عملوا روبوتس تشبه النحل والفراشات في سلوكياتها بشكل كبير. وده فاد البيئة لأن في محاصيل بدأت تقل في إنتاجيتها في مناطق كتير، وده بسبب إن الحشرات لأسباب بيئية هجرت المناطق دي، فما بقاش فيها تلقيح لحبوب اللقاح. ودي في الحقيقة فكرة واعدة جدا، لأنها تعتبر بداية لأفكار أكبر مستقبلية، زي إنهم بدأوا مثلا يشتغلوا من وحي نفس الفكرة على استخدام روبوت نانونية دقيقة جدا لعلاج أمراض خطيرة وإجراء عمليات دقيقة داخل جسم الإنسان. وهسيب لك في الوصف بعض الروابط من قنوات علمية معتمدة لو يهمك تشوف وتعرف أكتر عن الموضوع. وده كان مثال قوي لإزاي التفكير الإبداعي بيجي من ربط حاجات ما كانتش متصلة ببعض والنظر للأمور من زوايا جديدة. كل اللي محتاجه إنك تبص حواليك بشكل مختلف وتجمع عناصر ما كنتش فاكر إنها ممكن تتربط ببعض، وهتشوف قد إيه إنك ممكن تطلع بأفكار جديدة ومميزة تغير حياتك وتفيدك في مجالك.
فخليك معايا للآخر عشان لسه هقولك على التركة اللي بتطلع الأفكار اللي من النوع ده بتكون إزاي، وقد إيه أنت ممكن تستفيد منها في شغلك وحياتك العملية. وهقولك دلوقتي على الخطوات اللي هتمشي عليها، من أول الخطوات الأساسية اللي لازم تبدأ بيها لغاية التركات السحرية اللي قلتلك عليها. فيلا بينا نبدأ رحلتنا. أول خطوة قبل أي حاجة هي إنك تفرغ ذهنك من الأفكار الزيادة ونفسيتك من الطاقة السلبية، وده علشان عقلك يبقى صافي وجاهز إنه يبدع أفكار جديدة. طب نعملها إزاي دي يا بهاء؟ حاجات بسيطة هتعملها. ظبط نومك لو مش كفاية، قلل من العادات السيئة خطوة بخطوة، اسمع الموسيقى اللي تناسب مودك، خصص وقت بسيط لحاجة بتحبها زي الجيمز مثلا أو أي ترفيه لتفريغ طاقتك. الموضوع بسيط والهدف إن ذهنك يبقى رايق. وهنا في حاجة مهمة أوي عايز أقولها لك بس بيني وبينك كده، خليك دايما فاكر إن الروقان ده قرار بيجي من جواك أنت، مش شرط يستنى لما تتحل كل مشاكلك، لأن لو انتظرنا حياة بدون أي مشاكل فهننتظر كتير. وزي ما ديل كارنيجي قال في كتابه: دع القلق وابدأ الحياة. تاني خطوة مهمة جدا هي إنك ضروري تتخلص من أكتر حاجة بتقتل التفكير الإبداعي. عارف هي إيه؟ الخوف. أنا خايف الفكرة تفشل، أنا خايف من انتقاد الناس، أنا خايف الفكرة ما تعجبش مديري وزمايلي يتريقوا عليا، أنا خايف التصميم يطلع وحش وما يعجبش العميل، أنا خايف فكرة المشروع ما تطلعش حلوة وأخسر فلوسي، أنا خايف. الخوف هو عدو الإبداع الأول، بيقتل الفكرة قبل ما تتولد. فلازم علشان تبدع يكون عندك جرأة في فكرتك. وصدقني أنا شخصيا أكتر تصميمات كنت خايف من فكرتها هي أكتر التصميمات اللي عجبت العملاء بتوعي. وهفكرك بحاجة سمعناها كتير. توماس أديسون اللي تسجل اختراع المصباح الكهربي باسمه فشل 1000 مرة، لدرجة إنه كان بيتعرض لانتقادات جامدة لفكرته حتى من الناس المقربين ليه واللي شغالين معاه. لكنه قال كلمة حلوة قوي: أنا ما فشلتش 1000 مرة، لكني اكتشفت 1000 طريقة مش بتشتغل. فتخيل معايا لو كان الراجل ده خاف من الفشل وانتقاد الناس، كان زماننا لغاية دلوقتي لسه عايشين في الضلمة. الخطوة الثالثة وهي التخلص من الروتين. فهقول لكم خبر عاجل: الروتين أيها السادة هو عدو الحياة. فزي ما هو عدو تقدم الحكومات في أي دولة، هو كمان عدو الإبداع اللي هيخليك دايما مش عارف تجيب منين أفكار جديدة. هقول لك ده بيحصل إزاي بطريقة بسيطة كده. فجوه عقلنا في حاجة اسمها الشبكات العصبية، ودي عبارة عن مسارات بتتصل ببعض، وكل ما تشوف حاجة جديدة أو تعمل حاجة مختلفة الشبكات دي بتنشئ روابط جديدة. فلو فضلت على نفس روتين حياتك، نفس الصور اللي بتشوفها، نفس الناس اللي بتقابلها، نفس الطريق اللي بتمشي فيه، نفس القلم اللي كنت بتكتب بيه من أيام ما كنت بتحل فوازير رمضان زمان، نفس الموسيقى اللي بتسمعها ونفس الوجبات اللي بتاكلها هي ما بتتغيرش، فالخلايا العصبية بتاعتك مش هتنمو، وملكة التفكير الإبداعي عندك هتدخل في نوم عميق. لأن ببساطة كده مفيش مدخلات جديدة، مفيش انبوتس تنبه وتحفز عقلك. علشان كده دكتور الأطفال بينصح الأم اللي عندها مولود حديث الولادة إنها تخلي عينه دايما تشوف ألوان وأشكال مختلفة علشان تنبه مداركه وتحفز الخلايا العصبية عنده. كده احنا داخلين على الخطوة الرابعة، وقربنا نوصل للخطوات الذهبية والتكتيكات السحرية. بس عايزك ضروري تتأمل في كل خطوة كويس، حتى لو بعد ما خلصنا الفيديو ارجع له مرة تانية وشيك على خطوة خطوة وتأكد انها خلاص بقت اسلوب حياة بالنسبة لك. التكنيك الرابع، وده ظريف جدا ومفيد بشكل لا تتخيله لتنمية قدراتك الإبداعية، ومش عايزين نطول فيه كتير رغم ان الكلام فيه مهم علشان ننتقل للخطوات اللي بعدها. فالتكنيك الرابع هو ألعاب الذكاء زي سودوكو مثلا. وفي كمان تطبيق ممتاز أنصحك بيه لأنه بيحتوي على تشكيلة كبيرة جدا من الألعاب اللي هتشغل دماغك بشكل احترافي. كل مجموعة منهم مسؤولة عن تنمية جزء معين في مخك وقدراتك العقلية، زي الذاكرة التخزينية وسرعة البديهة والقدرة على التنسيق وسرعة رد الفعل والتفكير المنطقي.
وكل ده هتلاقيه في تطبيق واحد مجاني اسمه فوكس. هيفرق معاك بشكل كبير لو خصصت لنفسك ربع أو تلت ساعة يوميا، هتحس وكأنك بتمرن عضلات مخك كأنك بتروح الجيم بالظبط. ومن يوم ليوم هتحس إن تركيزك وتحليلك للأمور أصبح أفضل. خامس تكنيك وهو من أشهر التكنيكات اللي بنسمع عنها، وهو التغذية البصرية. وده واضح من اسمه، فعينك كل ما بتشوف أكتر كل ما عقلك وقدراتك الإبداعية بتتقوى وتتغذى أكتر. فلو عايز تبدع في أي مجال خلي عينك دايما مفتوحة وشوف وتأمل في كل حاجة حواليك، خصوصا لو مرتبطة بمجالك اللي انت عايز تبدع فيه. ففي مثل مشهور بيقول اللي يعيش ياما يشوف واللي يلف يشوف أكتر. فعينك كل ما بتشوف حاجات جديدة سواء في مجالك أو مجالات تانية بتنقل لمخك داتا ومعلومات بتتخزن كرصيد عندك، هينفعك بعد كده لما تحب تخلق فكرة جديدة وتتولد عندك أفكار مبتكرة. التكنيك السادس وده من أهمهم لأن ما ينفعش تكون بتطلع فكرة جديدة من غير ما تعمله، وهو عصف الأفكار brainstorming. وده بيحتاج يكون في إيدك ورقة وقلم وحضرتك تبدأ تفكر وتكتب أي حاجة تخطر على بالك، حتى لو ما كنتش ناوي تعملها، حتى لو خفت منها، حتى لو حسيتها مجنونة وهتضحك الناس عليك، حتى لو لقيت عقلك بيقاومها ومش عايزك تكتبها. لا، أرجوك اكتبها. اكتبها لأن المنطقة المضطربة والساخنة دي والأفكار اللي هتحس إن عقلك قلقان منها وبتقلق لما تفكر فيها دي هي اللي هيطلع منها العجائب كلها. فعايزك تكتب كل حاجة وما تفوتش أي حاجة حتى لو أنت متأكد إنك مش ناوي تنفذها. طب أنا هحكي لك على حاجة. كان في كاتبة بريطانية اسمها جوان رولينج. وقتها هي كانت مقررة تكتب رواية جديدة وكان عندها أفكار كتير جدا كلها حلوة، فكانت محتارة بينهم جدا. فقامت كتبتهم كلهم في النوت بتاعتها وحطتهم قدامها، ومن ضمنهم فكرة قصة عن الساحرات وأبطال خياليين. بس هي كانت قلقانة منها، خصوصا إن دور النشر وقتها كانت بتدور على قصص من نوع يناسب الظروف الصعبة اللي كانت بتمر بيها المنطقة في الوقت ده. وده كان في بداية التسعينات اللي انتشرت فيه البطالة في أوروبا بشكل كبير وظروف اقتصادية صعبة قوي، فكان في حالة عامة كده من الإحباط بين الناس. ودور النشر كانوا عايزين قصص تشجع الناس وتديهم أمل، فمش أي حاجة كانوا بيقبلوها. جوان رولينج هي كمان كانت بتمر بظروف عائلية ومادية صعبة قوي، وكانت شغلتها الوحيدة هي الكتابة. فكانت عايشة في الوقت ده في اسكتلندا، ودايما بتقعد تكتب قصصها في أحد المقاهي بالعاصمة لعلها تقدر تبيع اللي كتبته. والقصة اللي عن الساحرات اللي كانت حطها ضمن أفكارها كانت مترددة من ناحيتها جدا ومش عايزة تكتبها من كتر ما هي خايفة إنها تترفض. فقامت كتبتها على الهامش كده كنوت صغيرة بس ليها علشان ما تنساهاش، لكن كان جواها شغف غريب بيلح عليها إنها تكتبها. وفعلا كتبتها وبدأت تعرضها على دور النشر المختلفة. وكانت المفاجأة دور النشر رفضت تطبع القصة لأنهم خافوا طبعا يخسروا فلوسهم والرواية ما تحققش نجاح. لغاية ما في مرة كان في واحد اسمه آرثر ليتش اللي كان مسؤول في أحد دور النشر عن أدب الأطفال، شاف القصة وعجبته جدا وتحمس لها وشجعهم إنهم ينشروها. واللي فعلا رغم غرابة القصة لأنها كانت بتجمع شوية تناقضات كده ومزج الواقع بالخيال، إلا إنها نجحت كرواية مكتوبة بشكل كبير واتعملت على أجزاء وسلاسل وحققت مكاسب مادية وأدبية كبيرة جدا، لدرجة اتعمل منها سلسلة من أشهر أفلام هوليود. واللي منكم يعرف اسم الفيلم يكتب لي في الكومنتات، لأنك هتستعجب جدا إن فيلم بالإنتاج الضخم ده والشهرة العالمية الواسعة دي كانت في البداية مجرد فكرة على الهامش جوه نوت صغيرة وكانت مرفوضة من دور النشر. فأرجوك اوعى تخاف من أي فكرة مهما كانت غريبة، واكتبها معاك بلون بارز في النوت بتاعتك، لأن طالما الفكرة خطرت على بالك بس جواك حاجة خايفة منها يبقى الفكرة دي فيها سر، فيها سحر، فيها هاري بوتر. وبمناسبة كلامنا عن السحر فوصلنا الآن للتكنيكات السحرية اللي قلت لكم عليها في أول الفيديو، التكنيك السابع والثامن اللي لو لعبت بيهم صح هتطلع منك أفكار عبقرية جديدة ما خطرتش على بال. التكنيك السابع اسمه What If؟ ماذا لو؟ هتسأل نفسك شوية أسئلة افتراضية بتبدأ بماذا لو؟
فلو عندك أي مشكلة بتدورها على حل مبتكر، عايز تفتح مشروع فكرته جديدة، عايز تعمل تصميم مختلف عن كل اللي اتعمل، فكرة فيلم ما حصلتش قبل كده، أيا كان موضوعك، ابدأ اطرح على نفسك أسئلة افتراضية تخيلية حتى لو مجنونة، وتبدأ بماذا لو. ماذا لو العربيات بقت تطير؟ فطلعت شركة هولندية النهاردة اسمها بالفي لايبرتي واشتغلت على الموضوع ده، وجرت وراها شركة تانية أمريكية، وقامت سلوفاكيا دخلت في الموضوع، وطبعا الصين، وقريب قوي ممكن تلاقي في مصر واحد راكن عربيته في بلكونتك بيغير عجل. فماذا لو ده يا جماعة تكنيك رهيب، لأنه تكنيك حر، تقدر تتخيل اللي انت عايزه بدون قيود، بدون خوف من النتائج، بدون تردد، وبالتالي عقلك لأنه عارف انه مجرد افتراض فهتلاقيه بينطلق بشكل ما حصلش قبل كده، وبيعرض عليك حلول ما تعرفش جابها منين، تصميمات غريبة كأنها حلم ما تعرفش ازاي فكر فيها وطلعت بالشكل ده. فعقلك وقتها هيكسر القواعد وهتجيب أفكار من خارج الصندوق زي ما بيقولوا. فماذا لو تكنيك سحري عايزك تجربه في أفكارك ومشاريعك وحل مشاكلك، لأن عقلك بيكون وقتها في أقوى حالات الإبداع، لأنه بيبقى في البلاي مود بتاعه كأنه بيلعب، فطاقته بتبقى عالية بشكل لا يصدق. جربه وقول لنا في الكومنتات لو عندك تجربة شخصية استخدمت فيها ماذا لو وفرقت معاك. ولأنك بطل وكملت معايا لحد هنا، فحقك تتكافئ بالتكنيك الثامن والأخير، اللي لو جربته واشتغلت بيه صح هتطلع منه بحلول عبقرية وأفكار خيالية، وهو التفكير العكسي Reverse Thinking. التفكير العكسي ببساطة لعبة عقلية ظريفة جدا، تقدر تلعبها في أي وقت وانت قاعد كده بتشرب قهوتك ومعاك ورقة وقلم. بس المفاجأة بقى إن اللعبة دي ممكن تطلع منها بفكرة مشروع يفرقع في السوق، أو هتكشف لك حاجة هتخليك تغير طريقة عرض منتجاتك وطريقة تسويقك، فتفوجئ إن مبيعاتك بتزيد بشكل خزعبلي، أو تلاقي نفسك اكتشفت حلول غير تقليدية لأي مشكلة عندك بطرق ما فكرتش فيها قبل كده. وطبعا لو شغال في مجال من مجالات الديزايننج هتقدر بيها تطلع أفكار جديدة لتصميماتك ليها معاني عميقة هتخليك مميز عن أي حد تاني في شغلك. وأنا شخصيا بعتمد على التكنيك ده مع الكلاينتس بتوعي، وقدرنا بيه نعمل حلول تسويقية مبهرة، ودايما بنتفاجئ بنتائج غير متوقعة. وبستخدمه كمان في تصميماتي، فبلاقي تجيلي أفكار لحاجات عمري ما كنت هفكر فيها بالطريقة التقليدية. عايزك تجرب الطريقة دي بنفسك وابعتلي قد ايه فرقت معاك في شغلك أو حياتك. فيلا تعالى أقولك ببساطة ازاي تفكر بالعكس وتفاجئ نفسك. أول حاجة في البداية كده تبقى أنت محدد قدام عينيك الهدف اللي أنت عايز توصله. إذا كان مثلا هدف تسويق لمشروعك، أو عايز تحل مشكلة معينة مقابلاك، أو تصميم جديد عايز تطلع له بفكرة جذابة وفعالة وغير تقليدية، فبتمسك الهدف ده وتفكر فيه بطريقة عكسية. وهديك مثل عملي علشان أوضح لك الفكرة. فلو أنت مثلا مخرج أو مصمم إعلانات وعايز تعمل إعلان يخص شركة بتشتغل في براند نظارات، فقمت فكرت بالطريقة التقليدية وجبت موديل جميلة كده ولابسة نظارة شيك مع ديكور جذاب، وكانت فحوى الرسالة الإعلانية بتاعتك بتقول فيها نظارتك عندنا. فهل أنت متخيل كده إن الجمهور المستهدف بتاعك ممكن الإعلان ده يعلق معاه؟ بالطبع لأ، لأن الناس هتنشغل غالبا في الموديل والديكور والإبهار اللي في الحركة والألوان، ومش هتنتبه أبدا ولا تفتكر الرسالة الإعلانية بتاعتك أو الرسالة التسويقية اللي انت عايز تقصدها. لكن لو انت عايز تطلع بفكرة غير تقليدية للإعلان بتاعك وتعمل حاجة تعلق مع الناس وتسيب أثر فيهم ويفضلوا دايما فاكرينها، وتظهر المنتج بتاعك بشكل يركز على أكتر المميزات اللي الناس فعلا محتاجينها، فجرب تفكر كده بطريقة عكسية واسأل نفسك، لو أنا كصاحب شركة نظارات وعايز أصمم نظارة ما تتباعش أبدا ومستحيل حد يفكر يشتريها، فممكن تصميمها يكون إزاي؟ وبكده تبقى انت فكرت بالعكس، علشان ده زي ما هنشوف مع بعض بعد كده هيخليك تشوف الموضوع كله من زوايا مختلفة تماما عن المنظور التقليدي. فنرجع للطريقة بتاعتنا وهتفكر بطريقة عكسية، فهتجيلك أفكار كتير تخليك تصمم النضارة دي بطريقة فاشلة ومنفرة وغير عملية بالمرة.
زي مثلا انك تتخيل النضارة دي يكون حجمها كبير وتقيلة قوي على وش اللي يلبسها، فتقوم على طول الفكرة تلمع في ذهنك وتلاقي ان العيب ده بقى بالنسبة لك نقطة انطلاق محورية للميزة المؤثرة في الناس اللي بتبحث عنها، واللي هتصمم بيها نظاراتك وكمان اعلاناتك وحملاتك التسويقية والسلوجان والتاجلاينز وكل الكلام اللي هيجي بعد كده في كل شغلك على البراند بتاعك. ولو انت مصمم جرافيك هتلاقي نفسك قدرت مثلا تطلع تصميم للبوست الاعلاني بتاعك بالشكل ده، وتكتب في محتوى البوست انك لو بتعاني من المشكلة دي حلك عندنا. وبكده هتكون بفكرة جديدة وجذابة وشرحة نفسها لخصت كلام كتير جدا ممكن تقوله لجمهورك المستهدف في لحظات، وطلعت بفكرة جديدة غير تقليدية عمرهم ما هينسوها وهتفضل معلقة في أذهانهم. وكل واحد لابس نظارة وبيشوفك هيبدأ يحس إنه فعلا نظارته القديمة محتاجة تتغير للديزاين الجديد الخفيف اللي بتنتجه الشركة اللي انت بتعلن عنها، وهيبدأ يفكر بشكل جادي إنه يكول تو أكشن ويتواصل مع إعلانك ويطلب المنتج، لأنك قدرت بحركة ذكية تحفز جواها الرغبة في التغيير، وقدرت بفكرة بسيطة إنك تلمس احتياجاته. ودي أهم حاجة في التسويق، إنك تلمس احتياجات عميلك وتحسسه بالمشكلة اللي يمكن ما كانش واخد باله منها قبل كده، وإن في ميزة مهمة جدا ضروري إنه يقتنيها. فالفكرة ببساطة إن التفكير العكسي بيساعدك تطلع أفكار جديدة وحلول ما خطرتش على بالك، لأنه بيخليك تشوف الأمور من زاوية مختلفة، سواء نقاط القوة أو الضعف، وكمان تفهم احتياجات عميلك ومشاكله بشكل أعمق. الطريقة دي بتساعدك تكسر التفكير التقليدي وتدخل عالم الإبداع، وهتقدر تعالج بسهولة مشكلة إنك مش عارف تجيب الأفكار منين. وبالمناسبة لو انت مصمم جرافيك او معماري او فنان تشكيلي، هقولك على سر لو ما كنتش تعرفه هيفرق معاك جدا في مراجعة التصميم بتاعك، وهو انك بعد ما تخلص التصميم او توصل فيه لمرحلة متقدمة وعايز تعمل تشيك اب عليه كده وتحطه تحت الاكس راي علشان تكتشف الاخطاء اللي فيه، عايزك تعكس التصميم وتعمل له ريفيرس، فهتلاقي نفسك بتشوف التصميم بعين تانية خالص، لأن عينيك طول ما كنت انت شغال فيه حفظته، اتعودت على المشهد وما بقتش شايف العيوب اللي فيه، فلما تقلبه هتلاقي عينك كأنها بتشوف التصميم بعيون النقاد وعيون الناس وعيون الكلاينت بتاعك، وهتكتشف أي غلطة أو ريتاتش محتاج يتعمل بكل سهولة. بس اوعى بقى تنسى بعد ما تخلص مراجعتك انك ترجع التصميم تاني لوضعه الطبيعي قبل ما تطبعه او تسلمه لعميلك، والا انا وانت بقى عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده. كنت معاكم بهاء كرم، ودي كانت حلقتنا النهارده من قناتكم صمم نجاحك. لو لسه ما اشتركتش في القناة ما تفوتش الفرصة واشترك دلوقتي علشان ما يفوتكش الفيديو الجاي، فلسه عندي ليك أفكار وموضوعات هتغير حياتك المهنية وتفتح لك أبواب جديدة للنجاح بإذن الله. ولو الفيديو عجبك وحسيت إنه ممكن يفيد حد ما تترددش تبعتهوله أو تشيره مع أصحابك. أشوفكم في الفيديو الجاي، دمتم بكل خير وسعادة، تحياتي ليكم جميعا.